وصفتنا يا جماعة بجد حلوة، يعني بنات صغيرة مغتربين، حد بيتعلم الطبيخ جديد، رايحة مشوار ومستعجلة، هتعملي أكلة سريعة بالظبط في ربع ساعة. خلينا يعني كده نكون يعني أقول إيه بس تلت ساعة كمان. عندك أي قطعة من الفراخ، فرخة كاملة عندك، أجنحة عندك، دبابيس عندك، إفخاد كاملة عندك، صدور، أي حاجة. اغسلي فراخك بقى غسيل كويس بقى، ليمون معايا. تمام، اعصري ليمون كويس، عندك مثلا معلقة طحينة انقعيها بيها، عندك معلقة دقيق انقعيها بيها. أهم حاجة عندي تنظيف الفراخ كويس، معلقة دقيق، ليمون، طحينة، اغسلي كويس قوي بيهم، معلقة سكر، معلقة ملح. انقعي الفراخ كويس، صفيها، اعصري بقى عليها ليمون تاني. تمام. انا عايزاها بقى تكون كمية ليمون حلوة كده، يعني بعد ما نقعتيها وشطفتها شطف حلو اي جزء من الفراخ. ده كان المتوفر عندي يعني. اعصري بقى على ليمونتين كاملين كده. تمام. هبدأ بقى اجيب 2 معلقة كبيرة من الصلصة، واحط عليهم معلقتين كبار كده من الزيت. طبعا انت حطي بالمعلقة زيت عشان انا عارفة انا بحط ايه. هبدأ بقى عندي البهارات، شطة، كمون، ملح، فلفل اسمر، كزبرة ناشفة. من كل حاجة كده شفت معلقة الشاي، نص معلقة صغيرة من معلقة الشاي. ومعايا برضو الملح بتاعك بقى على يعني زي ما انت بتحبي، ظبطي ملحك انت زي ما انت عارفه، لان انا ملحي ببقى مثلا عارفه انا بحب الاكل حادق او دلع شويه او كده. هكمل برضو عندي برضو بهارات بقى، دي اختياري، عندي فصين كده حبهان، 2 3 كباب صيني، معلقه بهارات فراخ، جنزبيل، قرفه. انا كاتبه حتى معايا الحاجات اللي هي بتاع البهارات عشان اللي ما لحقش يسمعني ياخد معايا الحاجات مكتوبه عندك. بالذات الجنزبيل بقى والقرفه بتدي طعم وهمي يا جماعه في الوصفه دي. قلبي بقى حاجتك كويس، ولا هتسلقي بقى هنا ولا هتشوي ولا تحمري ولا اي حاجه. وصفه دي خرافه 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 بصراحه. تمام. قلبي شويه التوابل كده مع الصلصه، مع معلقتين الصلصه، معلقتين الزيت. معايا بقى نص كوبايه من الميه، افك بهم بقى الايه، افك شويه البهارات والتتبيله دول. التتبيله دي بتخلي طعم الفراخ وتديك المكان تاني خالص. هتعجبكم يا جماعه الطريقه دي، بس جربوها وتابعوا معايا الفيديو للاخر. انزل بقى بالصوص اللي انا عملته الجميل ده، الصلصه بالزيت بالبهارات على الفراخ. طبعا انا ما شطفتهاش من الليمون التاني، نعصر عليها ليمونه كامله او ليمونتين زي ما انت عايزه، لو ليمونتين صغيرين، ليمونه كبيره واحده لو كبيره. قلبي بقى الصوص بتاعك مع الليمون، عمرك ما هتشم ريحه زفاره، هتشم فراخ طعمها روعه، مش عارفه ان هي مسلوقه ولا متحمره ولا مشويه، هتلاقي طعم تاني خالص، طعم بتاع المطاعم بجد. هجيب صينيه سخنه بقى على الطاسه، لو عندك طاسه كبيره ماشي، عندك صينيه ماشي، حطيها بس حطها لي على العين الكبيره اللي عندك، تكون النار عاليه. حطي معلقتين 3 زيت. طبعا الجماعه الصغيرين المبتدئين حطي بالماسك وارجعي ورا شويه، انما الجماعه المحترفين بقى براحتك عادي. اللي ماسك السلوكن ده او الماسك السلستين يا جماعه ممتاز بصراحه. ابدا بقى عندي انزل بقطع الفراخ، بس سيبها في التتبيله دي حوالي 10 دقايق. بعد 10 دقايق بقى سخني صينيه جامد او طاسه جامده كده على النار، سخني قوي تكون سخنه جدا، انزلي فيها بمعلقتين 3 زيت، وانزلي بقى في الايه، بقطع الفراخ دي. طيب احنا بمجرد ما بنحط الفراخ انا ما بقلبش، بستنى بس 10 دقايق لحد ما الانسجه تقفل كده، لحد ما الانسجه تقفل عندي، ان لما تقلبي الفراخ هتتسلخ، وانا عايزاها تاخد لون كويس. تمام. يعني دايما اعتدوا بقى لما بتحطوا لحمه او فراخ او كبده تتشوح او اي حاجه بتتشوح عندي ويكون الزيت سخن، ما تقلبيش على طول، اصبري كده شوفي منظر الانسجه لما انا اسال على فكره التصوير اللي هو اللي مسترع، انما عندي في وقت الطبيخ بتاعك اصبري شويه لما الانسجه بس تشد معاكي كده، لما تشد تحسي ان هي ايه قفلت، تيجي تشيليها ما تعلمش معاكي في الصينيه ولا تتحرق ولا اي حاجه. ما تخافوش من الخلطه بتاعتي مش هتتحرق، لان انا طول ما النار عاليه يعني بقلب برده فيها، كل شويه بقلب بالماسك من الناحيه للناحيه دي كده. دايما وانتوا تتفرجوا على الفيديوهات بتاعه الطبيخ ده او بتاعه الطهي ده، اعرفي ان انا عندي مده التسويه بتختلف عنك، انا الفيديو بتاعي محدود وقته. عندي بقى هنا 5 فصوص من الثوم، طبعا ده اختياري بس الثوم جميل جميل جميل. اولا صحي كانه مضاد حيوي طبيعي، وفي نفس التوقيت بيدي ريحه جميله جدا للاكل. تمام. فصين توم كده حطيتهم في النص اهو، مش عايز توم ما يحطش توم، بس التوم طعمه جميل في الاكله دي. قلبي برده من الناحيه دي للناحيه دي، ما تخافوش من اللون اللي الصينيه بتاخده ده، لان عندي ساعه ما بنزل بقى بقيه المكونات بيعمل صوص كده بني، بيبقى طعمه حلو. البهارات انتوا شايفينها كتيره بس مش كتيره، حطي شفت المعلقه اللي احنا بنحط بيها الشاي، يعني نصها او اقل من نصها من كل حاجه. هنزل بقى ببصله كبيره متقطعه جوانح او شرايح رفيعه كده. تمام. التومه بتاعتك ما تخليهاش تتحرق، يعني مجرد كده لونها يصفر انزلي بالبصل على طول. تشويحتي مع الخضار ده كله هيشد بقى الطعم بتاع الفراخ، هيبقى طعمها جميل. انزل بقى عندي بشطه او فلفل رومي وشطه، مش عايزه شطه برده مفيش مشكله، يعني قرن شطه، انا عملت قرنين فلفل وقرن واحد شطه بس حراق كده سبايسي. برضه بناخد تشويحه كده ونسيب الفراغ اللي في النص ده، بحط فيه الحاجات. وعندي حبه طماطم متقطعه شرايح. الصينيه دي مش عايزه جنبها خالص غير حبه رز، حبه وحبه او رز بسمتي،
او رز يعني متشوح كده عندي بس وخلاص، والموضوع كده شكرا. عندي بقى بطاطس، طبعا احنا مقطعينها بالقطاعه عاملين لها شكل بطاطسيتين كده حلوين تمام، وجزريه برضو مقطعينها عاملين لها شكل بس عادي، انما مقطعه بالسكينه زي ما انت عايزه يعني. سمك البطاطس يا جماعه ما يكونش رقيق، عشان بحيث ان هي ما تتهراش قبل ما الفراخ تكون ايه استوت. دايما خلي سمك البطاطس اللي بتحطيها مع الفراخ تكون يعني محمله شويه، عشان ما تستواش قبل الفراخ وتتهرى منك، يبقى شكل الاكل بتاعك مش حلو. هنقلب بقى الكلام ده كله في بعضه. بصي وانا بقلب اي صوص في الصينيه بقى كده، تلاقي عندي صوص البني ده بتاع البهارات وبتاع الحاجات ده هيبدا يطلع في الخضار، يدي طعم جميل. هنزل عندي بقى المكان ما كنت متبله الفراخ تمام، ما ترميش بقيه التتبيله دي، حطيها بقى عليهم تمام. ممكن تزودي نص كوبايه ميه كمان، اهو كوبايه ميه كمان اهو، واحطه عليه عشان الخضار يستوي يبقى كله طعمه حلو كده في بعضه. دي صينيه فراخ بتبقى ريحتها وهم يا جماعه. وعشان اكون صريحه معاكم كمان، على الاحلى والاحلى بتكون قطع الصدور بتبقى فيها حلوه قوي. طبعا هغطي بقى، بس هوطي النار خالص كانك بترددي رز كده، عشان ايه ما نحتاجش معايا ميه تاني بقى. تفضل معايا بتاع ربع ساعه كده ولا حاجه، وتابع دايما باستمرار بقى، اظبط الملح بتاعي، بتبقى طعمها خرافه خرافه خرافه. بألف هنا وشفا كده، واعملوا لايكات جميله، وادعموا لنا كده بكلامكم الجميل وتعليقاتكم الجميله، واشوفكم في وصفات تانية جديده باذن الله. مع الف سلامه، بألف هنا وشفا.